يا جدعان انا عايز اتكلم على موضوع منتخب مصر. مصر هتلعب النهارده مع زيمبابوي في افتتاحية كأس الأمم الأفريقية. آه، انا عايز اتكلم بس في حاجة مهمة جدا، بس بعد اذن حضراتكم تكملوا الفيديو وتعملوا لايك وسبسكرايب للقناة، علشان هنتكلم في مواضيع مهمة جدا يمكن الكتير من الناس ما بتتكلمش عليها في الكورة في مصر، اللي هي ايه؟ اللي هي بعض اللعيبة اللي ما راحتش المنتخب. زي مين؟ زي الشباب، زي عمر خضر، زي حمزة عبد الكريم، زي بلال عطية، زي محمد عبد الله. انا باعتقادي واعتقد انه بعض اللعيبه دي تستحق، او يمكن كلها تستحق اكثر من لعيبه تانية في المنتخب، يعني تستحق على الاقل كبدلاء ان هي تاخد فرصه كبيره جدا مع منتخب مصر في البطوله دي. السؤال هنا هو ليه؟ انا عايز اعرف السؤال المنطقي، واللي عايز حضراتكم تجاوبوني فيه على او في الكومنتات عليه، اللي هو ايه؟ اللي هو ليه التقليد؟ ليه احنا متوارثين انه اللعيبه ديت هي اللي لازم تفضل ان هي ناخدها في كل بطوله او في كل حدث كروي، ناخد اللعيبه دي؟ يعني مثلا لو اتكلمنا على خط الدفاع، ياسر ابراهيم، رامي ربيعه، ده اساس. محمد هاني باك يمين، فتوح باك شمال، ده اساس. ليه الاساس ده؟ ليه ما عندناش فكرة التغيير، او ان احنا نغير، او ان احنا نكتشف مواهب جديدة في البطولات الكبيرة؟ وطبعا لو اتكلمنا على فكرة كارلوس كيروش واللي عمله، انه خد اتنين شباب لعبهم في بطولة زي كأس الأمم الأفريقية قصاد منتخب قوي جدا زي السنغال، وطلع منهم نجوم اللي هو محمد عبد المنعم وإمام عاشور. ليه احنا ما عندناش الفكرة دي؟ ليه المدربين عندنا هو التقليد، هو القائمة تقليدية جدا؟ طب حمزة عبد الكريم ده برشلونة بيتكلم عليه، يعني مثلا، يعني على سبيل المثال عمر خضر بدع مع المنتخب في منتخب الشباب. محمد عبد الله والله يعني من افضل الاجنحه في الدوري المصري، على الرغم ان الاهلي عايز يعيره، بس انا شايفه من افضل الاجنحه. عندك لعيبه كتيره من الشباب دول عايزين ان هم ياخدوا فرصه كبيره جدا. طيب انا عايز اسال دلوقتي، هل اللعيبه ديت ليه ما بتاخدش فرصه؟ السؤال المنطقي، ليه ما بتاخدش فرصه؟ المشكلة بقى ان احنا شايفين ان اللعيبة دي صغيرة، وان هي ما ينفعش تاخد فرصة في المنتخب والكلام ده. انا بشوف القايمة بتاع المنتخب لعيبة شباب، ما بلاقيش ليه. سؤال منطقي، اللي عنده اجابة يقول في الكومنتات. بس المنتخب ده هل هو للعواجيز فقط؟ هل هو ما ينفعش يلعب فيه شباب صغيرة في السن؟ يعني انا شايف ان افضل منتخبات في العالم معظمها شباب، معظمها تحت السن، معظمها لعيبة صغيرة في الفرقة. الحاجة التانية بقى اللي أنا عايز أتكلم فيها هو بقى خط الدفاع اللي هو الكارثة. والفيديو ده اسمعه لآخره عشان هتعرف إن هيحصل كارثة في أفريقيا بالنسبة لمنتخب مصر. خط دفاع سيء للغاية. رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، باك يمين محمد هاني، باك شمال فتوح، لعيبة دون المستوى. انا بقولها اهو واجري على الله، لعيبه دون المستوى. فاللي متفائل خير بالمنتخب ده، لا، كبر دماغك، ما ينفعش اتفرج وخلاص. ما تتفائلش ان المنتخب ده هيعمل حاجه، لا في افريقيا ولا في كاس العالم. النهارده ماتش زيمبابوي، هتلاقي زيمبابوي تدخل فيك اهداف هبله ملهاش اي 30 لازمه، بسبب الايه؟ بسبب الدفاع. طيب، يبقى اللعيبه الشباب دي نقطه مهمه جدا. انت ما خدتش لعيبه دون السن او لعيبه شباب ليه في البطوله ديت؟ علامات استفهام كتيرة على خط الدفاع بالنسبة لمنتخب مصر. والحاجة التالتة وهي انا بتكلم بقى بكل وضوح، يعني بكل يعني من غير اي مجاملات، على موضوع حمزة عبد الكريم. لان انا بتكلم كده على موضوع حمزة عبد الكريم. حمزة عبد الكريم اللي بيحصل ده سبة في جبين الكرة المصرية. لو ما راحش برشلونة،